بصي ب20 جنيه بس هتعملي كمية من العيش البلدي، ب20 جنيه فقط لا غير هتعملي كمية العيش البلدي دي، يعني بسم الله ما شاء الله. أنا عملت ب20 جنيه 14 رغيف من زي ما انت شايفة كده، بلدي، ريحتهم حلوة وحجمهم حلو زي ما انت شايفة، الحجم بتاع الرغيف حجم كبير بسم الله ما شاء الله. هتقولي ازاي ب20 جنيه؟ أنا هعرفك كل التفاصيل، هفهمك أنا عملت قد من الدقيق الكمية اللي أنا عملتها، وسعرها هقول لك عليه، السعر اللي انا بقول لك عليه ده هعرفك هو كام، هو الكميه من الدقيق بتعمل بتبقى بكام، هتبقى ب20 جنيه ان شاء الله. والعيش اللي انت شايفاه ده كله ب20 جنيه، والحجم اللي انت شايفاه ده كله بسم الله ما شاء الله كده. بس اول حاجه خلينا قبل ما نبدا الفيديو نسبح الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ازيكم كلكم جميعا يا رب تكونوا باحسن صحه واحسن حال، وحشتوني كتير 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 من الفيديو اللي فات. طبعا انا وعدتكم قبل كده، وعدتكم قلت لكم انا لما كنت بعمل خمس ارغفه او 7 ارغفه معاكم، انا قلت لكم كميه العجين دي انا ممكن اعمل لكم منها كميه عيش كتيره، انا هصغر الرغيف واعمل له كميه عيش كتيره. وهقول لكم الكميه دي بكام، واعرفك ان انت ده هتوفري كام، يعني هعرف كل حاجه. بص بسم الله ما شاء الله كده. الفرن طبعا زي ما انت عارفه انا بعد ما بسخن الفرن بمسحها كده بجراب او بفوطه او باي حاجه بميه كده، علشان البطه تكون نظيفه، البطه تكون نظيفه. عشان العيش يطلع حلو، يعني العيش كده يبقى حلو لما ننضف كده وكده. انا بقى عندي شويه حصوه رميتهم كده، ودي عادي تستغني عنهم عادي، يعني دي مش مهم خالص. عايز تعمل فرن طين ماشي، تعمل فرن بوتاجاز ماشي، الموجود عندك تشتغلي فيه. الموجود عندك انت تستعملي الحاجه الموجوده عندك يعني. بس بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا محمد بالاعجاب، واللي بيشوف قناتي لاول مره يشترك لي فيها ويفعل الجرس ويضغط كده على كلمه الكل، علشان اي جديد احنا ننزل يوصل على طول. لان احنا قناتنا كان ريفيه ومحتوانا ريفي، واي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه، نتكلم عن حياه اهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين وشغلهم بقى على الكانون وفرن الطين، والحياه البسيطه الطبيعيه. والله يا جماعه حياتنا طبيعيه على طبيعتها جدا جدا جدا. وطبعا انا كنت عمال ارغي واتكلم معاكم. انا على فكره كنت بتكلم معاكم في الفيديو ده، وكنت عامله لكم الفيديو ده بدون مونتاج، يعني كنت مش عايزه امنتج على صوت، كنت حاطه صوتي عليه، انا كنت حاطه صوتي على الفيديو. بس الفيديو طول، وانا شايفه ان الناس ما عندهاش طولة بال ان هي تقعد تتفرج. طب الفيديو عدى ال20 دقيقه، فانا قلت هقعد بقى اجيب لهم 20 دقيقه كده يتفرجوا عليها، من مين هيقعد 20 دقيقه في الفيديو؟ لا، رحت مسرع الفيديو، خليت لكم زي ما انتم شايفين كده 10 دقايق وكام ثانيه، بس خلى بقى صوتي سريع، الصوت سريع، شوفوا مش هتفهموا مني ولا كلمه. فانا كتمت الصوت اللي هو اللي انا كنت بتكلم على الفيديو، يعني انا تعبت نفسي، فضلت اتكلم واشرح في الاخر وفي الاخر ضيعت كل حاجه لما سرحت الفيديو. فخلاص ما بقاش بقى الصوت ليه لازمه، الصوت بقى سريع وماليش لازمه. فانا كتمت وانا بتكلم كده على الفيديو دلوقتي، انا بشرح لكم انا بقى دلوقتي كده اللي انا كنت بشرح لكم قدام الفرن كده وانا قاعده. شايفه بسم الله ما شاء الله العيش طالع عامل ازاي، وادي حجم الرغيف اهو بسم الله ما شاء الله، حجم حلو جدا جدا جدا. العيش دي يا جماعه دول 14 رغيف انا عملتهم ب20 جنيه. ازاي يا محمد عملتهم ب20 جنيه؟ لان كيلو الدقيق ب16 جنيه، ودول كيلو وربع دقيق، كيلو وربع دقيق. بصي حطيت لهم نص باكو خميره فوريه بميه دافيه كده، وميه من الحنفيه كده مدفياها، وعجنت العجين كده وسبت بقى ولفيتها وسبتها. وشفت بقى مصالحي وعملت كل اللي ورايا، ودعكت المواعين وعملت كل حاجه، وبعدين العجين كده طلع مع نفسه كده واختمر وكان كله بركه. وجيت قطعتهم قطع صغنطوطه صغنطوطه، عملتهم 14 قطعه، يعني اللي كنت بعملهم قبل كده 7 و6 انا عملتهم 14 قطعه كده، يعني لا حجم صغنون جو زي البيضه، ولا حجم مثلا كبير كده قد البرتقانه، حجم صغير. بس انا بكبر الرغيف. المفروض الرغيف ده لو كنت اعمل على ايدي كده وارميه في الفرن يجب على طول وخلاص، لا، انا حاطه على الشكرفه بوسع شويه، خليته رقيق خالص على الشكرفه، ومع ذلك بيجيب، يعني هو رقيق ومع ذلك بيجيب وبينتفخ زي ما انت شايفه كده. الرغيف رقيق جدا جدا، انا وسعت على الشكرفه يا جماعه، مع انه حجمه صغير خالص، بس انا كبرتها كده على الشكرفه دي
وريحتها كده جامد كده، وطلع بحجم حلو زي ما انت شايفه كده. يعني انت ممكن لو هتشتريه ممكن تشتريه ب5 جنيه، الله اعلم. يعني هو مش هيقل عن كده، 5 جنيه 4 جنيه، لو قل عن 5 جنيه يبقى 4 جنيه. بس الرغيف كبير، الرغيف حلو، يعني الحجم بتاعه حلو على فكره، حجم الرغيف حلو زي ما انت شايفه كده، بسم الله ما شاء الله. ورغيف زي الفل كده وحلو كده وريحته حلوه. دايما يا جماعه احنا نشوف الحاجه اللي احنا نوفر منها ونعملها ونوفر منها. زي ما قلت لكم كده، متنسوش محمد بالاعجاب والاشتراك في القناه، لاني زي ما انتم شايفين محتوانا متعب، بسم الله ما شاء الله. شايفه العيش، فانا بحب والله اقدم لكم معلومه، وما بحبش ان انا اضيع وقتكم على الفاضي، والدنيا غلا، ومش مش عايزه حد يدفع يبقى معاه يصرف نت كده على الفاضي ويطلع من غير معلومه. فانا بحب لما بعمل فيديو بحب اقدم فيه معلومه، عشان اللي يطلع من عندي كده يستفيد، واحنا كمان نستفيد بحسنات كده واجر من عند الله. احنا ما بناخدش مشاهدات، خليها اجر، يعني احنا خلينا نؤجر كده بحسنات وخلاص. عايزه افكركم برمضان اللي هو جرب علينا خالص خالص دي يا جماعه. عايزه اقول لمتابعيني وحبايبي، عايزه اقول لكم ان انتوا يعني ما تضيعوش وقتكم بالله عليكم في المسلسلات والافلام ويقولوا احنا بنصلي صيامنا. عايزاكم تضيعوا وقتكم في قرايه القران، في الدعوات، في الصلاه. خليكي مع روحانية في رمضان، يعني عيشي مع نفسك خالص. عيشي كده كأنك في عالم تاني، عيشي خليكي مع الله كده في رمضان، لان ده شهر حلو جميل كده. عايزين نطلع منا مغسولين، نطلع من شهر رمضان ده مغسولين من كل ذنوبنا وخطايانا. عايزين كده نبقى حاجة حلوة، ويا ريت يبقى طول السنة طول السنة. بس يعني انا بقول لكم رمضان ده عشان شهر بنصوم فيه وبنتعب وبنجهد فيه، فاحنا ما نضيعش صيامنا ان احنا نسمع فيلم ولا مسلسل ولا مش عارفه ايه ونقول ده عشان صيامنا نضيع صيامنا. احنا انا لا شيخة ولا داعية ولا عاملة يعني. انا بصوا، انا حد طبيعي وحد يعني اقل من اي حد، انا اقل من اي حد. انا بتكلم بتلقائيه، ولا مثلا ويعني تعليم على جده والفهم على جده يا جماعه، انا بتكلم بتلقائيه خالص. عايزه بس اوصل لك هي معلومه واحده بس، اوصلها لك، ان انت تدعي كتير في رمضان وتصلي كتير وتقري قران كتير. دي اللي انا عايزه اوصلها لك، لاني عشان تستفيدي بصيامك وتبقي يعني بصوا، مش رمضان ده شهر الاكل، عمال نخزن في اكل ونعمل في اكل، مش اكل يا جماعه، ولا اكل ولا تسليه في افلام ولا مسلسلات. ده شهر لتنظيف روحنا، يعني حتى يعلمنا ان احنا نصبر على الجوع، نصبر على الجوع. الصيام ده بيعلمنا نصبر على الجوع ونصبر على كل حاجه، ونبقى عندنا صبر. يعني مش عشان احنا خلاص نقعد ويعلمنا كمان ان احنا نوفر، ويعلمنا ان احنا نكون نحس بالاخرين، نحس بالناس اللي معهاش والناس اللي مش قادره والناس اللي كده، عشان ربنا بنتحرم من الاكل والشرب في شهر رمضان علشان نحس بالناس اللي محرومه، علشان نبقى بنحس باللي حوالينا، مش عشان احنا نجيب في الاكل دي ونجيب في الحاجه دي ونجيب في فخر النهار ما بناكلش حاجه، بنشرب ميه بس، شويه عصير وخلاص، ما بناكلش حاجه. فنكون نرحم في نفسنا شوية، يعني نكون عندنا رحمة في بيوتنا شوية وفي مصاريفنا وفي حياتنا، ان احنا نوفر نوفر في الحاجة في الايام الغالة دي، ان احنا نسعى نسعى ان احنا نوفر، مش نسعى ان احنا نجيب كل حاجة ونركن جوه كل حاجة. هو احنا ضمننا عمرنا؟ هو حد ضمن نفسه ولا ضمن عمر عشان نجيب ونخزن ونركن ونقول ونعيد؟ دي حاجة خلاها على الله، كل حاجة خلاها على الله، سيبي كل حاجة على الله، وإن شاء الله ربنا بيسر الأمور، وربنا هو يعني كل يوم هيجي بخير إن شاء الله. أيوة الواحد يبقى عامل حسابه، محدش قال حاجة، بس محدش يبالغ يا جماعة، المبالغة حرام، محدش يبالغ في الحاجة ويجيب كميات كبيرة من دي وكميات كبيرة من دي ويعمل كميات كبيرة من الأكل ومحدش بياكلها، مفيش حد بياكلها. اي حد صايم بيجي في اخر النهار يشرب شويه ميه ولا شويه عصير، ما بيقدرش ياكل، اكل بتبقى ضعيفه خالص، يبقى الاكل ضعيف. فاهم حاجه قرايه القران والصلاه،
مع الصيام. ولو انت بقى عايزه تاخدي معلومه، تعمل صينيه بسبوسه، صينيه كنافه، وعايزه تخشي على النت شويه، فانت تخشي عشان تاخدي معلومه بس وخلاص. ودي كان العيش بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، زي الفل. 14 رغيف منتفخين كلهم، روعه كده، ب 20 جنيه زي ما قلت لكم، نص باكو خميره. وطبعا انا عملتها في فرن الطين، وكان كله اقتصاد في اقتصاد. وشايفه الرغيف من جوه، شايفه بسم الله ما شاء الله. الرغيف على فكره خفيف ورقيق جدا جدا، يعني الرغيف حلو جدا جدا، بسم الله ما شاء الله، روعه. هتعملي كده، هتوفري. اديك شايفه حجم الرغيف، هيعمل لك كام؟ انت قولي يعمل لك كام الرغيف ده؟ بسم الله ما شاء الله، يعمل لك كام الرغيف ده؟ يا رب بس يكون فيديوهات تعجبكم، يا رب تكون تطلع من عندنا المعلومه، يا رب تكونوا بتستفيدوا مننا، علشان احنا ربنا يجازينا بخير وحسنات. احنا مش بناخد مشاهدات، احنا عايزين يجازينا ربنا بخير. كفايه احنا لما بناخدش مشاهدات، المشاهدات بقى تيجي براحتها، والقناه تكبر براحتها، بس إن ربنا يجازينا خير وحسنات عشان مجهودنا ما يروحش على الفاضي. فبسم الله ما شاء الله، العيش اهو، دي العيش بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله، طري جدا جدا ومنتفخ كله، وما فيش ولا رغيف ما اتنفخش، كله منفوخين وكله مجبين وكله منبرين، حلوين جدا. وقولوا له رايك ايه، وقولوا هو موفر ولا لا، وعايزاكم تجربوه وتعملوا كده. واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع الف سلامه.